مساء الخير من القلب العاصمة كييف. تحط في شوارع كييف ممكن تحتاج حمام، فالحمامات عندهم بفلوس. طبعا ما ادري اذا كل الحمامات، بس حصلنا حمام بفلوس عشان بيكون نظيف. ميزه واحده في الحمام، ما تخلص تقضي حاجتك عزك الله يقفل الباب والحمام يعقم عمرك. حاليا يا اخوان بالضبط فوق الجسر الزجاجي وعلى الزجاج، لو يتبطل هذا وينكسر خلاص. طبعا هني حاطين لك انه يتكون الجسر الزجاجي من تقريبا 4 طبقات. هي 4 طبقات، هذه الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، وهذه الرابعة الأخيرة. حتى لما تنكسر اتوقع انها تصير بهذا الشكل. سلامات عيسو، شو اللي استوى؟ الله يسلمك. قلنا القصة. زجاج فوي وطاح يضيق عريلي، لكن الحمد لله ما تشوف شر غالي. هم سووا لي حال باندج كل شيء، سووا لي خياطة. وكم دفعت؟ تبسط شو قالوا لي يوم قلت لهم كم ادفع؟ شو؟ ويلكم تو يوكرين. الله اكبر، بلاش؟ بلاش بالولد. بالضبط من خلفي الحين ملعب دينامو كييف. بالسكوتر غامرت لين ما وصلت عند الملعب. للاسف ملعب دينامو كييف مسكر ولا قدرت اوصل له، لان في ناس هني منعوني اني ادخل. قالوا فقط اللاعبين الحين قاعدين يتدربون. حاولت اني اوصل على الاقل لو محل اشتري من عندهم قميص، لكن ما قدرت. فهذا هو ملعب دينامو كييف. انت من محبين الكوفي، سافر علشان هذا المكان القوي. لكن بنسال صاحبنا اللي يعرف حق الكوفي، شو هذا المكان؟ هاي شركة ماد هاوس، هاي من افضل شركات القهوة في العالم. في اوكرانيا يمكن تكون البث الافضل في اوكرانيا. حلو، الحين بندش داخل وبنشوف. تمام، يلا. خلافي شو تقول؟ والله للحين قوية. قوي؟ كولومبيان كاستيليو. اويلي. فرمنتيشن 240 ساعة. اهل القهوة يفهمون شيء. اشرح لنا شو اللي خفته وشو الطابع في هذا الكوفي. والله كطابع ممتاز، يعني شوف عمل اوكراني 100% ناجح. انا خذيت كولومبيان فرمنتيشن 40 ساعة، وثيوبي بعد فرمنتيشن 10 ساعات، وخذيت لي رواندا. شو الفرق بين الاشياء هذه اللي في الاكياس، والفرق بين الكبسولات والاكياس اللي نحن اخذناها؟ هذه يبالها طحن، يبالها تحسب النسبة والتناسب، درجة حرارة الماء، شوي شغلة يعني يبالها. اما هذه لا، هذه افتحها حط على الجلاس شوف الماي فك عمرك على طول. الموضوع يا جماعة والله العظيم المكان الصراحة لمحبين القهوة مكان روعة روعة روعة. شوفوا هناك قاعد يعبي الكوفي في الأكياس، وهني المصنع تقريبا مالهم اللي قاعدين يسوون فيها الكوفي. وهلا وانت جاي تزور هذا المكان بتشوفه من برا بتقول شو الشبرة المملة اللي انا سايرنها، لكن مجرد انك تدخل تعرف قوة الكوفي عندهم. شوف طروق، انا اخذت القهاوي فرمنتيشن هاي عملية تسيف القهوة. هاي طريقة جديدة في عالم القهوة، جديدة يعني 5 سنين اللي طافت، تقول حتى ما تعدى 5 سنين. شو يسوون؟ لما ياخذون محصول البن او البينز بالانجليزي يعني، يحطونه في مثل سطل او مثل كيف اقول لك، سطل قول، ويسكونه ويقللون نسبة الاكسجين وايد. حلو؟ لما يقللون نسبة الاكسجين تطلع بكتيريا شو؟ على القهوة، بس البكتيريا مو مضرة يعني. هاي تخلي النكهة وايد قوية. إذا كان سمح الله فروتي يكون فروتي وايد، إذا اسيديتي يكون وايد، على حسب النكهة اللي فيها. بس هاي ليش تي غالية؟ هاي طريقة لأن عادي أنا محصول كم شهر يوم أحطه بس واحد يضبط معاي. ايوه، أنا عادي أسوي مثلا 100 كيلو جرام بس واحد اللي أو 7 كيلو جرام يضبط. ايوه عشان شي يعني ينباع اغلى عن الباقي. أغلى عن الباقيين بوايد. ايوه بس يبقى الأفضل بنما-قيشة، ما في نقاش. هاي العالم صراحة اسمه صعب. بنما-قيشة هاي من أمريكا اللاتينية. البنما عبارة أقوى كوفي،
هاي ما السلالة. شاء الله. لازم نزور هذيك المنطقة ونجرب من عندهم ان شاء الله. حاليا طلعنا من مكان الكوفي ومتجهين على طول رايحين نشتري عسل. راح انهي المقطع، اتمنى تنزل تحت تشترك بالقناة، تفعل زر التنبيهات وتضغط لي لايك وتسوي لي كومنت وتنشر حق ربعك. سلام.